السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حلقة مهمة جدا، حلقة مفيدة جدا. هنتكلم عن برنامج التصويم أو التجويع. من أهم البرامج يا جماعة اللي أنا شخصيا بقتنع بيه، كمان بيحقق معانا نتائج كبيرة جدا ومهمة جدا ومفيدة جدا في الفراخ. كمان حتى لما طبقناه في كل المزارع، حتى في الأعمار الكبيرة، لو في مزارع كان فيها مشاكل زي تأخر في الوزن أو صردة، لما طبقنا معاها برنامج التصويم عمل معاها شغل عالي قوي. فالنهاردة هشرح لكم برنامج التصويم أو بنمشي إزاي. بس قبل ما نتكلم عن إحنا بنعمل إيه في التصويم، فأحب أوضح لك فوائد التصويم الأول أو التجويع زي ما بنقول. أولا التصويم يا جماعة بيرفع من مناعة الفراخ، وبيزود سحب العلف، وكمان بيخفف الضغط على الكلى. كمان بيزود معامل التحويل، وبيحسن من عملية الهضم، وكمان وتحسين امتصاص الغذاء، بيقلل الإسهالات، وبيحسن من وظيفة الجهاز الهضمي، وبيقلل الإصابة بالكوليستيريديا والكوكسيديا. كمان بيقلل من موضوع الالتهابات المعوية، بيقلل من إخراجات اللي هي فيها علف غير مهضوم بسبب أكل الفراخ الكتير أو الضغط كده، فبتبدأ ما بتهضمش كويس وبتبدأ تنزل الإخراج بتاعها كله علف. المهم برنامج التصويم يا جماعة بيبدأ التصويم في الفراخ من اليوم السادس من عمر الكتاكيت بتاعتك. كمان لازم تبدأوا بالتدريج، يعني نبدأ نص ساعة، بين الطاقة والطاقة ساعة. هشرح لكم الكلام ده بالظبط دلوقتي ونظام الطاقة يعني. ونبدأ بإيه بالتدريج، نزود الوقت. كمان ممكن نعمله أكتر من مرة في اليوم. يعني بمعنى إيه أكتر من مرة في اليوم؟ إحنا بنقول عليه الأكل بالوجبة. والأكل بالوجبة يا جماعة حاجة مفيدة جدا ومهم جدا. ليه؟ أولا أنت في الشغل بتاعنا بقى في الفراخ، الكلمة اللي احنا كده قلنا فوائده وقلنا ظروفه. بس انت في الشغل بتاعك بالنسبة للتصوير او التجويع، اولا بيقلل من تهدير العلف. كمان فراخك بتقدر تستفاد من كل حباية علف. لو حتى حباية علف وقعت والفراخ بتاكل قبل ما تختلط بالفرشة والإخراجات، أو تندفن في الفرشة وتبدأ تشتغل فيها الرطوبة، او يبدا يشتغل فيها السموم الفطريه زي ما بنقول او الفطريات عموما. فبتبدا الفراخ تاكلها اول ما بتخلص، لان الفراخ جعانه. وكمان هتقعد فتره طويله على ما تجدد لها العلف او تزود لها علف. فبتاكل كل حاجه قبل الفرشه بتاعتك ما العلف ما يختلط بالفرشه. فالفراخ بتستفاد من كل حبايه علف بتقدمها لها، مفيش تهدير للعلف. كمان بيحسن قوي في التحويل، وبيخلي الفرخ جعان معاك على طول، وده اللي احنا عايزينه، الفرخ يفضل جعان وبياكل معاك على طول. كمان بتلاقي حصلة زي ما بنقول كده، بتلاقي الحصلة على طول ممتلئة بالأكل. كمان المعدة شغالة معاك على طول، وبيساعد في الهضم جدا. كمان يا جماعة هو فيه خطورة واحدة لما بيتعمل في العمر الصغير، وبالذات في الكتاكيت قبل 6 أيام 7 أيام. ممكن يخلي الكتاكيت لو الفترة طويلة يخلي الكتاكيت تنكش في الفرشة، ودي الحاجة الوحيدة اللي لازم تخلي بالك منها. واكتر حاجة انا بكرهها في التصويم لو اتعمل في العمر الصغير، انه بيعود الفرخ انه ينكش في الفرشة مرة مع التانية. ده بيبقى سلوك للكتاكيت بتاعتك، فخلاص الكتاكيت بتتعود انها تنكش في الفرشة، فبتكمل معاك لاخر الدورة، بيعرضك لمشاكل كتير قوي. اولا الكتاكيت بتاكل من النشارة، سواء تبن او فرشة، يعني بتاكل من الفرشة عموما سواء تبن او نشارة. كمان بيلهي الكتاكيت بعد كده عن الاكل. الكتاكيت بتاكل من الفرشه بتاعتها، فبيبدا يحصل معاك انها واكله تبنه او واكله نشاره. ده بيقلل في الهضم او بيزعلها جوه في المعده الهضميه بتاعتها. لان زي ما بنقول كده، يعني النشاره انتوا عارفين انها بترطب مع اختلاطها من الميه بالعلف، فبتقلل من عمليه الهضم في المعده. لان انتوا عارفين ان المعده عند الطيور معده عضليه، فبتشتغل كده زي ما بنقول بتفرم، غير المعدة بتاعتنا احنا البني ادمين او الحيوانات. فهي معدة عضلية. لو تكدست فيها نشارة او تب، فبتبدأ تقلل في عملية الهضم، او بتقلل من جودة او قوة المعدة في الهضم. يبقى اهم حاجه بلاش قبل 6 ايام ان انت تجوع فراخك. كمان لما تجوع تبدا بفترات صغيره عشان الكتاكيت ما تتعودش معاك ان هي تنكش في الفرشه. يعني ممكن تعملها مثلا لو انت عاوز تجوع ساعتين 3، تعملها على 4 5 مرات، والافضل يكون كده كل نص ساعه كده. يجوعوا بس بين الوجبه والوجبه نص ساعه، وبعد كده تنزل علفك، ما تجوعش فترات طويله في الاول على الكتاكيت ما تتعود على برنامج التصويم نفسه. بعد كده الكتاكيت هتتعود
ان في تصويم وفي تجويع، فهتبدأ تنتظر العلف، مش تقوم تنكش في الفرشة. ده العيب الوحيد فيها. انما هو برنامج محترم جدا، بيقلل الصردة نهائي او بيقضي على الصردة خالص، مخليش عندك صردة. كمان بيقلل من تأخر الوزن، كمان بيقلل من موضوع تأخر سحب العلف، لأن بيخلي الكتاكيت بتاعتك بتزيد في سحب العلف لأنها دايما جعانة، فبتبدأ شغالة معاك. والأهم من ده كله إن العلف نفسه بينزل طازة، كل ما هتنزل علف جديد هتلاقي الفراخ هاجمة عليه وشغالة معاك. إنما لو العلف قعد معاك فترة في العنبر، فالريحة بتاعته اللي هي الريحة الجاذبة للفراخ نفسها أو للكتاكيت بتبدأ تختفي، أو مش بتختفي كمان الصح يعني، ان الكتاكيت خلاص بتتعود على وجودها. انما لما تقدم علف طازه على طول جديد 3 4 مرات في اليوم، هتلاقي العمليه دي شغاله معاك وفتح نفس الكتاكيت، وهتلاقي الكتاكيت على طول او الفراخ معاك منجذبه لريحه العلف على طول، هجمه على العلف على طول شغاله وبتاكل. كمان النص ساعه اللي بتريحها دي بتخلي المعده تخف، او من تكدس العلف جواها، فبتبقى المعده فاضيه. كمان بتشتغل في الهضم افضل. يا رب تكون حلقه النهارده فادتكم. لو سمعت الحلقه وعجبتك يا ريت تعمل لها شير، تعمل لها منشن، تعمل لها تعمل منشن لحد صاحبك، اعمل لها لايك. ادعمونا يا جماعه عشان ان شاء الله نقدر نقدم لكم حلقات اجمل وافيد في الفتره اللي جايه. وبكده اقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حلقة مهمة جدا، حلقة مفيدة جدا. هنتكلم عن برنامج التصويم أو التجويع، من أهم البرامج يا جماعة اللي أنا شخصيا بقتنع بيه. كمان بيحقق معانا نتائج كبيرة جدا ومهمة جدا ومفيدة جدا في الفراخ. كمان حتى لما طبقناه في كل المزارع، حتى في الأعمار الكبيرة، لو في مزارع كان فيها مشاكل زي تأخر في الوزن أو صردة، لما طبقنا معاها برنامج التصويم عمل معاها شغل عالي قوي. فالنهاردة هشرح لكم برنامج التصويم أو بنمشي إزاي. بس قبل ما نتكلم عن إحنا بنعمل إيه في التصويم، فأحب أوضح لك فوائد التصويم الأول أو التجويع زي ما بنقول. أولا التصويم يا جماعة بيرفع من مناعة الفراخ، وبيزود سحب العلف، وكمان بيخفف الضغط على الكلى. كمان بيزود معامل التحويل، وبيحسن من عملية الهضم، وكمان وتحسين امتصاص الغذاء، بيقلل الإسهالات، وبيحسن من وظيفة الجهاز الهضمي، وبيقلل الإصابة بالكوليستيريديا والكوكسيديا. كمان بيقلل من موضوع الالتهابات المعوية، بيقلل من إخراجات اللي هي فيها علف غير مهضوم بسبب أكل الفراخ الكتير أو الضغط كده، فبتبدأ ما بتهضمش كويس وبتبدأ تنزل الإخراج بتاعها كله علف. المهم برنامج التصويم يا جماعة بيبدأ التصويم في الفراخ من اليوم السادس من عمر الكتاكيت بتاعتك. كمان لازم تبدأوا بالتدريج، يعني نبدأ نص ساعة، بين الطاقة والطاقة ساعة. هشرح لكم الكلام ده بالظبط دلوقتي ونظام الطاقة يعني. ونبدأ بإيه بالتدريج، نزود الوقت. كمان ممكن نعمله أكتر من مرة في اليوم. يعني بمعنى إيه أكتر من مرة في اليوم؟ إحنا بنقول عليه الأكل بالوجبة. والأكل بالوجبة يا جماعة حاجة مفيدة جدا ومهم جدا. ليه؟ أولا أنت في الشغل بتاعنا بقى في الفراخ، نتكلم عليه. احنا كده قلنا فوائده وقلنا ظروفه. بس انت في الشغل بتاعك بالنسبة للتصويم او التجويع، اولا بيقلل من تهدير العلف. كمان فراخك بتقدر تستفاد من كل حباية علف. لو حتى حباية علف وقعت والفراخ بتاكل، قبل ما